فيش فينا هو والأحكام هي ما فيش فينا هو والأحكام هي ما فيش فينا هو والأحكام هي ما فيش فينا هو. اليوم جينا للرئاسة على اساس انه اولا نستفسروا على المآل ديال الموضوع بعد صدور الحكم، لان الاداره ملزمه، لا الوزاره ولا الوزاره ملزمون بفرض احترام الحكم القضائي، وبالتالي الاجال يعني الاجل ديال التنفيذ بدا، وبالتالي خصنا نشوفوا النتائج لان الوقت لا يسمح، وبالتالي الاول ان خص الحكم يتنفذ وان الطلبه يرجعوا للمقاعد ديالهم. من بعد واحد النضال دام حوالي 5 شهور او 4 شهور من شهر 7، وحنايا مدابزين باش نحققوا المطالب ديالنا اللي هي مطالب مشروعه، وحتى والحكم القضائي حنا لحد الان نصفنا القضاء وبغينا غير هذا الحكم يتنفذ. هذا الشيء هذا هو المطالبه الوحيده ديالنا. علاش ما كيتنفذش هذا الحكم القضائي؟ حنا هذا الشيء علاش جينا هنا اعتصمنا قدام المدرسه، لا مع من الدوي، لا احد ممكن انك تدوي معه. وصراحه هنا مصممين اننا نلقاو واحد الحل لهذا المشكل بصفه نهائيه. فما يمكنش حنا على ابواب نهايه الدوره الاولى ولا السمستر الاول وحنا مازال ما لقينا حتى حل. حنا بغينا غير مطالب ديالنا مشروعات تنفيذ الحكم القضائي، حكم باسم جلاله الملك خصو يتنفذ. علاش نتوما ما بغيتوش تنفذوه؟ هادشي اللي بغينا نعرف انا. علاش هادشي علاش؟ وانتم حنا راه بزاف هادشي. حنا محرومين دابا، ما عارفين واش نقراو هنا ولا نقراو هنا. اصلا حنا محبوسين دابا، حنا محبوسين ما عندنا حتى شي مخرج. حنا خصنا ضروري انهم يلقاو لينا شي حل في اقرب وقت ممكن. حنا صافي بلغ السيل الزوبه. وطبعا السيد الرئيس لما حل بهذه المدينه وكان في لقاء مباشر مع السيد الوزير اللي حل بهذه المؤسسه هذه، حل بالجامعه، كان توجه لي واحد السؤال بانه يحترم القضاء، وبالتالي ما دام ان الموضوع ما زال في يعني القضاء ما يمكنش يتدخل فيه. واكد بان رئيس الجامعه تم تعيينه ومستعد هو كذلك ان يحل كاع المشاكل ديال الجامعه. اليوم ونحن بعد صدور هذا الحكم القضائي فالكره امام السيد الرئيس وامام السيد الوزير، وبالتالي احنا كنعتبروا ان هذا الحكم القضائي اللي صدر لنصف الطلبه ورد الاعتبار لهذه المؤسسه هذه اللي هو حكم صادر باسم صاحب جلاله، نرى ان هناك نوع من الاحتقار ديال هذا الحكم هذا، لان التاخر في التنفيذ ديالو، مع العلم ان المعاناه ديال الطلبه والطالبات امتدت لاشهر وكينتظروا يعني لانه يتنصف ديال الانصاف ديالهم، وانهم ضحيه ديال ممارسات وسلوكات مشينه تمس بالنظام البيداغوجي وبالنظام التعليمي للمؤسسه. وبالتالي هذا الموضوع هذا هو مستعجل، لا يحتمل المزيد من التماطل والمزيد من التاخير. اذا الاوان ان هذا الصاهرين للمؤسسه سواء الجامعه او المدرسه انهم يعني يردوا الاعتبار لهذه المدرسه هذه بفرض احترام القانون وفرض احترام الضوابط الديداغوجيه اللي هي ساريه مفعول داخل يعني جميع المؤسسات الجامعيه على المستوى الوطني والدولي. مع العلم ان ما يجري اليوم داخل هذه المؤسسه وهو ممتد لسنوات، يعني تقريبا على الاقل واحد عقد من الزمن وهو مستمر، وكأن الأمر لا يعني لا وزارة لا مسؤولين، مع العلم أن هذا يمس بسمعة الجامعة المغربية وبسمعة المهندس المغربي اللي عنده عليه رهانات يعني كبيرة جدا، رهانات من أجل يعني البناء ديال المستقبل ديال هذه البلاد هذه اللي مقبلة على مجموعة من التطورات، مجموعة من المشاريع الكبرى اللي مستقبلا ان هاد المهندسين هما اللي خص الدوله والمجتمع يكون في امس الحاجه للخبرات ديالهم والكفاءات ديالهم. ولكن امام هذه الوضعيه هذه اعتقد ان السمعه ديال هذه المدرسه هي في الحضيض، وهي فرصه اخيره لانقاذ ماء الوجه وانصاف الطلبه وارجاعهم مقاعد ديالهم، وبالتالي وضع حد نهائي لكل الممارسات التي تمس بكرامه الطالب وتمس بالضوابط التنظيميه والبيداغوجيه للمؤسسه. دونك وكذلك التواجد ديالنا حنا تواجد يعني بحال قلتي حنا مصرين ان اليوم خص يتحل هذا المشكل هذا. راه باقي الامهات معتصمين في مقر ديال الرئاسه
وانتظروا ان خص يكون عندنا جواب نهائي وشافي لهذا الموضوع هذا، وقطع مع سنوات ديال التعسف في حق الطلبه المهندسين، مع العلم ان طلبه اخرين اللي هما كيكونوا في سنوات لاحقه سواء السنه الثالثه ولا الرابعه او حتى الخامسه فتعرضوا للاشكال المماثله، وبالتالي فهم مهددون في اي وقت من الحين من عمليه الاساليب ديال الانتقام اللي هي معروفه، الكل يعرفها، الوزاره تعرفها، لها تقارير ديال المفتشيه العامه، لها تصريحات، لها يعني المجموعه من التغطيات ومن التصريحات الصحفيه اللي غطت الموضوع بكل الجوانب ديالو. اذا الاوان ان يكون حل نهائي لهذا الموضوع هذا.